كفايه تكاثر. انا مش محتاج اديك طاقه سلبيه في الزمن المهبب اللي احنا فيه ده واقول لك كل الناس على الحديده. لا، ده هو في ناس مش معاه الحديده اساسا، يعني هو مش عارف يعمل ايه بكره، مش عارف يعمل ايه النهارده بالليل. جبتي اول عيل زي الفل، اول عيل 100 100. حط السقف بتاعك التاني، يعني يوم ما تحصل غلطه يبقى ده التاني، واقفل بقى على كده، ان شاء الله تقفل بجنزير. انا مش هقول لك كده لو ما كنتش شايف الاطفال اللي ماشيه في الشارع نصها التحتاني بلابيس دي. ما هو الواد اللي قال لك الواد بيجي برزقه، بيجي برزقه ان انت تصرف عليه، مش الواد بيجي برزقه انك تشغله عنده 3 4 سنين هو اللي يصرف على نفسه ويصرف عليك. الاطفال اللي انت ربنا كرمك واداها لك دي امانه، ربنا مدي لك امانه. هو ده الزرعه بتاعتك ومشروع حياتك اللي انت بتبنيه عشان تبقى انسان صالح وكويس لنفسه وليك وبر باهله وسعيد في حياته. لكن انت اما تخلف 7 8 عيال، على فكره اما يكبروا هيلعنوا تصرفاتك ان انت جبت 7 8. حتى عشان انت تعرف تعيش راضي او سعيد في حياتك، او قادر على حياتك، قادر على متطلبات حياتك. فكر في الموضوع قبل ما تندفع.